اسمع يا طويل العمر، سأعطيك درسا في الحياة. لن تصبح رجلا إذا كنت عايش تسعى وراء الأشياء اللي أنت تحبها فقط وتتجنب فعل الأشياء اللي أنت ما تحبها أو تكرهها. هذه ليست من صفات الرجولة. من الأخير أعطيك إياها، قلت له اسمعني، إذا أنت إنسان حاط في بالك تكون شيء عظيم أو شيء محترم ووقور في المستقبل، لازم تتصالح مع كل شيء أنت ما تحبه وتسويه. ما تحب تلتزم في الدوام والذهاب للمدرسة، إذا أنت تسويها. ما تحب تلتزم في الجامعة، تسويها. ما تحب تتعلم لغة أو لسان إضافي مثل اللسان الإنجليزي، تتعلم. ما تحب تطلع تشتغل في الشمس والحر، اطلع واشتغل في الشمس والحر. ما تحب أهلي يرسلونك تجيب أغراض من البقالة، اطلع وجيب أغراض من البقالة. ما تحب تشيل أغراض ولا ترتب غرفتك، رتب غرفتك. ما تحب تنظف دورة المياه، الله يعزكم، رتب دورة المياه. تعود دائما أن تتقبل جميع الأشياء اللي أنت ما تحبها. هذا إذا أنت تبغى تصير شيء وقور ومحترم أو تصبح شيء بشكل عام في المستقبل. مو شرط عظيم، لكن أن يكون لك بصمة ولو حتى في حياتك الشخصية. أما أنك تعيش إنسان عايش على كل ما تحب فقط، فأبشر بالحياة التعيسة. أنا أبشر بحياة تعيسة، صدقني يا صديقي الجميل. إذا كان دائما يهرب من كل الأشياء اللي ما يحبها، أنا أبشر بالحياة التعيسة. طبعا إلا يا شاء الله، مشيئة الله فوق كل شيء، لكن هذه قوانين كونية يا صديقي الجميل. إيش تعتقد أنك عايش في بونبون؟ تعتقد أن الحياة وردية؟ إذا كنت تعتقد أنه في المتوسط في تنمر ما شفته في الابتدائي، انتظر حتى تأتي للثانوي يا صديقي العزيز. بتروح للثانوي بتشوف في تنمر، تطلع الجامعة بتشوف الغشاش والنصاب والمخادع، تطلع للدوام بتشوف الأفظع والأشنع، بتشوف المنافقين والكذابين. بتبدأ تتعرض للحياة الواقعية اللي ما فيها رحمة ولا فيها الشيء اللي انت تحبه. بس ما كانت سنة 2020 هي اللي علمتني اني اتقبل الشيء اللي انا ما احبه واسويه. الموضوع بدأ من ايام الجامعة. انا في الجامعة درست 4 سنوات او قرابة ال4 سنوات يا صديقي الجميل في مبنى ما فيه مكيف، عايش على مروحة. عندي الصور لليوم. كملت جامعة، ما قلت حر، بسحب ملفي لأن المبنى اللي أنا فيه ما فيه مكيف، في الجبال رطوبة. بس كنت دايم حتى وأنا أكلم أهلي كنت أقول يا يمه وأنا أكلمها، هذه التجربة بتسقلني، بتخليني رجال. لأني والله كنت وأنا جالس في الغرفة حر، ومعي أخوياي الله يسعدهم زياد وخالد وهاني ومصعب، كلنا جالسين في المبنى نفسه حر. كنت أقول لا أنا بالنسبة للي في الحفريات قاعد يشتغل برا الظهر في نعيم، وكنت أمر أشوف العمالة اللي في الحفريات ظهر مو في غرفة فيها مروحة ما فيها مكيف، كنت أقول هذول رجال مو بنات، وهم فعلا هذول هم رجال. جت على مكيف يخليني أسحب ملفي وأضيع فرصة عظيمة، لا معصي. فقلت له دائما تعلم أن تتقبل ما لا تحب. ما تحب المسبح، رح وتعلم كيف تسبح، تعلم كيف تطور هذه الشخصية عندك، هذا اللي بتخليك عظيم في المستقبل. اليوم يا صديقي الجميل نهرب من الألم، نهرب من الدوام اللي حنا ما نحبه. ومروا علي ناس كثير، وش سبب طلعتك من هذه الوظيفة؟ والله ما عجبني الراتب طلعت، والله ما عجبني المدير طلعت. طب حنا ما كان عجبنا لا راتب ولا مدير. يعني انت تتوقع العالم كله يا صديقي الجميل عاجب الراتب والمدير؟ انا اقول لك فوق ال50% مو بعاجبهم الراتب والمدير، احصائيه من عندي انا بس اجزم عليها. ما كل الناس رجال، ابوي وابوك ما كانوا يحبون الراتب ولا كانوا يحبون المدير ولا كانوا يحبون الشغل في الشمس ولا كانوا يحبون انهم كانوا يطلعون من الساعه 6 الصباح وبعد الفجر يدبكون ما يرجعون للمغرب. وش تتوقع كانوا حابين الحياه هذه؟ ما كانوا حابينها ابدا. بس رجال سووها وعاشوها وعيشونا عيشة محترمة باللي هم كانوا يقدرون عليه. والله العظيم اني اذكر اول عيد يمر علي ما عيد فيه كان في 2016، بعد سنة و3 شهور او سنة وشهرين من العطالة، حسيت اني عالة على المجتمع حرفيا، وهل يصرفون علي؟ وعيب، اقسم بالله عيب، مع اني اشتغلت في مخبز واشتغلت في بلاوي، بس المهم حسيت كذا بانه لا، لازم انا اللي اقوم اكل بمخلابي يا صديقي الجميل. فنجي اليوم لا، احنا نعيش في زمن الهروب من الالم، ما عاد صرنا نتقبله ابدا. نهرب من الوظيفة اللي ما نحبها، نهرب من العلاقات اللي ما نحبها، نهرب من التخصصات اللي ما نحبها، نهرب من المواد اللي احنا ما نحبها، نهرب من المسؤوليات اللي إننا ما نحبها. ما عاد صرنا نحب نشيل مسؤوليات ونصير رجال، نكون مسؤولين عن انفسنا اولا، بعدين عن بيتنا ثانيا، مسؤول عن امي وعن ابوي وعن اخوي وعن اختي، مسؤول مو مسيطر، مسؤول اهتم فيهم، اشوف احتياجاتهم، اشوف طلباتهم، ادعمهم ماديا ومعنويا ونفسيا وبيدي وبكلامي وبكل شيء. ما عاد صرنا نحب عبء المسؤولية، ولا نبغى نلتزم لا في نوم، ولا نبغى نلتزم لا في اكل، ولا نبغى نلتزم في رياضة، ولا نبغى نلتزم في صحة، ولا نبغى نلتزم في علم، ولا في اي شيء. للاسف هذه الازمة يعاني منها كل سكان العالم، الهروب من الالم. يعني والله العظيم
معلم انا من اكثر الاشياء اللي مجننتني في الوقت اللي احنا نعيش فيه، انا ماني مصدق ان في ناس كثير وصلت المرحله انهم فعلا يسعون انهم يعيشون في كون لا يوجد به تنمر. لا تفهمني غلط، انا ضد التنمر واكثر شخص تعرض للتنمر انا ابدا ضده، لكن هل معناته انه بيختفي؟ لا والله مو مختفي، موجود، سيبقى موجود. المتنمرين موجودين، والاشخاص السيئين موجودين، والمخادعين موجودين، والخاينين موجودين، والكذابين موجودين، سيبقون موجودين، ما رايحين. ترى لازم تعرف ان الواقع ما هو بونبون، ولا تاثر عليك السوشيال ميديا وتظهر لك ان العوائل سعيده وكل عنده علاقات يحبها. ترى الكلام هذا غير صحيح. تعال اجلس معنا شوف طقاقنا يوم الجمعه، صوتنا يرتفع انا واخوي واختي، طبيعي، عائله لا ونحب بعض رغم الطقاق هذا كله، لان في النهايه هذه رتم الحياه. وش تتوقع انت تعيش حياه مثل اللي في الدعايات؟ لا، ما في. الواقع يا صديقي الجميل مزدوج بين ما تحب وما لا تحب، وبقدر ما تجد فيه من راحه ستجد الم. هذه هي ازدواجيه الكون. وصلنا في زمن صار يصرف فيه الدواء مباشره من دون حل جذور المشكله. طالب يجيك عنده قلق معناته عنده ضعف في الثقه، ضعف في الثقه معناته اما نقص معلومات او نقص مهارات. غالبا هو يتكلم عن التحدث امام الجمهور، اذا نقص مهارات تواصل، مهارات القاء، مهارات تقديم. نقص المهاره خلى عنده ضعف في الثقه، ضعف الثقه خلى عنده قلق. كلنا نمر بهذا الشيء يا صديقي الجميل. طب وش الحل؟ والله انا لو دخل علي بدر اخوي الصغير وقال لي يا ناصر والله عندي مشكله في الثقه، او قال عندي قلق، اخاف من الظهور امام الجمهور، ايش بقول له والله تصدق اول اذاعه طلبوا مني اني اشارك فيها كنت في صف ثاني ابتدائي وانا اخوك، وطلعت ذاك اليوم وقعدت اصيح عند امي اقول لها يا يمه غيبيني، وهي اللي الله يجزاها كل خير جلست طول هذيك الليله تقنعني اشارك في الاذاعه من بكره وان الموضوع ما يخوف. وش سوى اخوك يا بدر؟ طلع الاذاعه شارك فيها واكتشف ان الموضوع بسيط برغم الخوف اللي اصابه والهلع اللي اصابه وهو يلقي الدعاء، كانت فقره دعاء يعني، لكن بالرغم من هذا اكتشفت اني قادر على اني افعلها. ماذا حصل بعد ذلك يا بدر؟ ناصر كان يشارك في المسرح من ثالث ابتدائي كل سنة وصولا إلى هذا اليوم، واليوم قاعد أتكلم في اليوتيوب قدام كاميرا، لكن الكاميرا بالنسبة لي أنت يا صديقي الجميل. فالفكرة أنها مهارة كنت أفتقدها في ذاك الوقت، عشان كذا كنت خايف لأن كان عندي نقص ثقة، لكن اللي حصل ممارسة، مرة، مرتين، 3 مرات، 4 مرات، في ناس توجه، في ناس تعلم. شكرا لكل المعلمين اللي ساهموا في هذا الشيء، لهم الفضل الكبير بعد الله، علموني ودربوني وطوروني، تطورت مهارتي، ارتفعت ثقتي، وصلت اللي أنا وصلت اليوم، ويمكن أوصل لأكثر من كذا أبعد، ما أدري يعني. هذه هي السياقات الطبيعية. هذا اللي بقوله البدر اخوي، بقول تدرب على المهارات. تعال خلني ادخلك دورات، روح ادخل دورات التوست ماستر والتحدث الجماهيري، اقرا كتب عن فن الخطابه، ادخل دورات اونلاين تعلم فيها فن الخطابه، فن التحدث مع الاخرين، فن العلاقات الانسانيه، فن التاثير. مو اروح واشخصك بمرض قلق عام ولا نقص انتباه واصرف لك دواء. كارثة يا صديقي الجميل، كارثة. تروح تشتكي ظهرك ولا مفاصلك توجعك يا صديقي الجميل، ما تروح العيادة وتخليهم يصرفون لك مسكنات ولصقات ظهر وغيرها، لا. قل أنا كيف نشاطي الرياضي؟ هل صحتي البدنية ممتازة ولا لا؟ هل أنام نوم كافي عشان جسمي يستشفى؟ وهل أمارس رياضات مقاومة عشان أبني عضلاتي وأعالج مشاكلي؟ في النهاية أي مفصل فيك يشتكي، إذا ما هو من إصابة صريحة يعني، أو من تراكم زمني طويل لدرجة أنه صار فيه إصابة يصعب حلها بنادي، فغالبا السبب يعود لضعف العضلات. ما هي العضلات إذا ما شالت العظام هي اللي بتشيل. وقس على ذلك أمثلة كثيرة. عندي مشاكل في السمنة، ما أروح أكل حبوب تسد الشهية وتمنع السمنة، لا، أغير عاداتي، أغير نظامي الغذائي، أغير من تفكيري، وأشياء كثيرة يا صديقي الجميل. ما نبغى نستطرد، ولكن المصيبة الأولى هي أننا اليوم نعيش في عصر نلجأ فيه على طول لصرف الدواء. بالله يسمع هذه الإحصاءات اللي هي ذكرتها وكيف هي صدق تضيق الصدر. أول شيء تقول لك في أمريكا أكثر من ربع الشعب الأمريكي يستخدم عقاقير، وبالنسبة للأطفال أكثر من 10%. تخيل، يأخذون عقار نفسي بشكل يومي. مضادات الاكتئاب مثل باكسل وبروزاك وسيليكسا. آيسلند كذلك أكثر من 10%. أستراليا حوالي 9%. كندا حول 9% أيضا. الدنمارك كذلك، والسويد والبرتغال، حتى كوريا الجنوبية. فالمانيا تقول ارتفع استخدام مضادات الاكتئاب بنسبة 46% في 4 سنوات بس. تخيل، هذه لو أسهم أنا وياك مستثمرين فيها الحين عيالنا خير، بدنا نحتفل. في كتاب لا يمكنك إيذائي، ديفيد جاجنز كان يقول كل ما تعرضت للألم كل ما بنى جسمك مقاومة ضد الآلام. لكن إذا عشت حياة رفاهية جدا، أبسط موقف سطحي بسيط، واحد يغش عليك وهو يبيعك تيشيرت يخليك تتألم في البيت لعدة أيام، كان ضروري إنك تتقبل وجود الألم، ولا تحاول تسعى وراء اللذة عشان تهرب منه. واجهه، تقبله، تعود عليه، تأكد إنه موجود وسيبقى موجود. ليه؟ لأنك ما ذقت الألم، ولا عندك حصانة ولا مناعة.